النهارده يا حبايب قلبي هنعمل اكله اقتصاديه، اكله موفره، اكله بمقادير بسيطه خالص، وتنفع معاكي كمان لرمضان. اي اكل بنعمله يا جماعه ينفع معانا لرمضان. هنسمي بالله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشوف الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. طبعا دول 2 كيلو فول. انا زي ما انا قلت لكم يا حبايبي، انا عملت كيلو، والكيلو التاني هفرزه. انا ما بجيبش كميات كبيره وافرز يا جماعه. انا بجيب يعني كل ما بجيب حاجة بزود عن المقدار اللي انا هعمله الاكل، هطبخه، بزود كيلو او 2 كيلو وبركنه. خلاص. هنا يا جماعة معايا كيلو فول اخضر. طبعا انا كنت محتارة يا جماعة، مش عارفة. انا هنا بوريكم ان الفول ده انا كنت مقطعاه، يعني الفول اخضر وطري كده وجميل ومسكر. عايز بقى حتة جبنة ورغيفين عيش، بسم الله ما شاء الله. خلاص. انا كنت محتاره اعمله كشري ولا اعمله في صلصه. انا عندي الاولاد يا جماعه ما بيحبوش الفول زي معظم الاولاد، اولادي واولادكم، اولادنا كلنا. في اكلات معينه كده الاطفال الصغيرين يعني ايه، مش بيحبوها قوي. فانا قلت ايه هعمله. استقريت اخيرا ان انا هعمله في فول بصلصه يعني. فهنا بقى طبعا جبت معايا الحله بتاعتي، وقطعت بصله كده. وهنزل الاول معايا، فاكرين بقى يا جماعه المرة اللي فاتت لما عملت صينية الخضار بالتمن كيلو لحمة؟ دي بقيته يا جماعة. ده التمن التاني، او دي حتة اللحمة المفرومة اللي باقية من الربع التاني. فانا افتكرت كده، فقلت لا، انا احطها في الفول تطعم معايا الفول وتعمل له طعم. هي طبعا هتفك، انا مطلعاها من الفريزر، هتفك معايا دلوقتي. وانا يعني ايه بدبل البصلة كده. طبعا. لو انت بقى عندك عايزه تحطي ربع كيلو حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش، ممكن ما تحطيش لحمه مفرومه خالص. بس انا اللي بعمل الاكله دي يا جماعه، دي فكره تنفع برضو. الاكل ده ينفع لافكار في افكار رمضان. اللحمه المفرومه يا جماعه زي ما انا قلت هي بديل اللحمه القطع، لان اللحمه المفرومه بتحل لك ازمه كبيره جدا، وبتطعم لك الاكل، وبتخلي الاولاد مبسوطين وحابين الاكل وعايزين ياكلوا، يعني يبقوا مشجعين كده. طبعا انا شوحت اللحمه. اول ما لونها غير كده يا جماعه، ومع البصله نزلت بالفول. انا بوريلكم الطريقه بتاعتي، هي طريقه سهله جدا. معظمكم ممكن بيعمل الطريقه ديت، بس انا حبيت اشارككم يعني. زي ما بنعمل الفراخ وبنعمل اللحمه، فبنعمل برضو افكار لاكلات بسيطه. طبعا حطيت البصل مع اللحمه المفرومه تشوحه، ونزلت بالفول بتاعنا. وهتنزلي كده يا حبيبه قلبي، شوحي شوحي كده تشويح تشويح. وبعدين في المرحله دي بقى يا جماعه انت ممكن تحطي راس توم. انا هنا بوريكم ان الفول هنا بدأ يفتح معايا. ممكن تحطي فصين توم تدقيهم مع الفول وهو بيتشوح. لكن انا ما حطيتش التوم ني يا جماعه في المرحله دي. انا في هنا كده في الطريقه دي انا ما حطيتش التوم ني. انا احيانا ببقى احطه ني في نص الاكل، لكن انا فضلت ان انا احطه في اخر الاكل. هنا كده انا بتفضلي تشوحي كده، تنزلي تشويح تشويح لحد ما الفول كله يفتح معاك. الفول عشان اخضر ما شاء الله وطري، فما خدش معايا. اول ما شم النار كله فتح على طول. انا هنا بوريكم ان الفول كله بدأ يفتح اهو. الفول طريقته سهله جدا يا جماعه. طبعا زي ما انا قلت هنا كده ممكن تعمليه كده. عايزه تحطي جنب تسلقي لحمه قطع، اسلقي لو انت في مقدرتك حطي يا حبيبتي. انا بوريكم زي ما انا قلت فكره لطريقه اكل بامكانيات بسيطه، وحاجه بسيطه خالص، بس هتطعم لك الاكل بتاعك، وهتخلي ان كل اللي موجود عندك هيحب ياكل الفول، حتى اللي ما بيحبوش هياكله. هنا كده بعد ما الفول معايا اتشوح، نزلت كنت فرمه حوالي كيلو الا ربع طماطم، فرمته ونزلت بيه على الفول. هنزل بقى هتبل واحط البهارات بتاعتي. انا حطيت كده ورقتين لورا علشان اللحمه بتاعتي يعني ايه يبقى عاطي ريحه ونكهه للحمه او للفول. هنا بقى هنزل بالملح، وهنزل بمعلقه فلفل على كمون على كزبره وشويه بابريكا، عشان لو الطماطم بتاعتك مش حمراء حطي معلقه صغيره او نص معلقه صغيره بابريكا. الطماطم بتاعتك حمراء وحلوه مش مستاهله خلاص. هنا شويه سكر صغيرين، طبعا احنا عارفين عشان يخلي الاكل كده يعني ايه مفيش فيه الحموضه او الاكل ما يبقاش حامي وانت بتاكليه، لان الفول اصلا كمان بطبيعته بيبقى يعني ايه بيبقى حامي كمان في الاكل بتاعه. خلاص. فهنا بقى انا حطيته وغطيت عليه النار، وحطيته ركنته، حطيته على العين التانية يستوي براحته ويسبك براحته. انا بعمله كده الطريقه دي يا جماعه كانها ني في ني. خلاص. هنا بقى على ما الفول يستوي ويسبك، انا قلت هعمل الرز. طبعا كلكم شاطرين، انا هعمل معاه شويه رز بشعريه كده، او ممكن عايز تعملي رز ابيض اعملي رز ابيض، عايز تعملي رز حبه وحبه
المتاح عندك. انا عندي شعريه، كوبايه شعريه مع الرز، هتحمريها. طبعا كلكم شاطرين وعارفين. وبعدين يا جماعه، الفول زي ما انا قلت من الاكلات المغذيه جدا، والاكلات كمان ده الموسم بتاعها. دلوقتي الحاجه تعمليها في الموسم بتاعها. احنا دلوقتي يا جماعه في موسم البسله، وموسم الرز، وموسم الفول يا جماعه. طبعا هنا الشعريه معايا اتحمرت، انا كنت حاطه فيها واحده ورق لورا، وده العود بتاعها. المهم يعني ايه، نزلت بالرز، وهقلب الرز كويس قوي، واحط الحدق بتاعي او احط الملح بتاعي. وطبعا عيار الميه بتاعه الرز، كل كوبايه رز لها كوبايه ونص ميه. ده الرز الابيض المصري بتاعنا. الرز البسمتي لكل كوبايه رز كوبايتين ميه. الرز البسمتي بياخد ميه شويه عن الرز بتاعنا الابيض اللي هو الرز المصري. خلاص. طبعا هسيب الرز لحد ما يتشرب، وبعد ما يتشرب ههدي عليه النار. خلاص براحته بقى، لحد ما الرز يتشرب خالص هنهدي عليه النار. نرجع بقى يا جماعه للفول. الفول يا حبايب قلبي، او اي اكل، اي اكله في الدنيا انت حطيت لها معلقه لحمه مفرومه او معلقتين لحمه مفرومه، بتطعم الاكل وبتدي للاكل يعني طعم حلو كده. وبتخلي يعني ولادك لو هم مثلا مش حابين الاكله، العيال بتتشجع يا جماعه لما تعملهم اكله كده، تكون بتشجع. حتى الكبار كمان بيتشجعوا. فزي ما انا قلت اللحمه المفرومه يا جماعه هي بديل اللحمه القطع عشان تعملي فول. طبعا انت لو جيتي تقيسيها كده او جيتي تفكري، خليكي هتعملي نص كيلو لحمه هتجيبيها تقطعيه. طيب هتجيبيها تقطعيه، هيبقى مثلا معاكي ب 120 جنيه. طيب 120 جنيه، وطبعا مش هيكفي عشان تدي، ما تكون مثلا عندك 4 5 أولاد، مش هيكفي نص كيلو يا جماعة. هنا طبعا الفول بتاعنا بدأ ينشف اهو ويسبك. هزود بقى تزودة مية واحدة. انا الاكل بتاعي يا جماعة بحب ازوده تزودة مية واحدة، وبسيبه على النار. يعني انا بزود عن العيار، يعني مثلا انت عايزاه مقدار مثلا يبقى في طبق مية او طبق صوص او طبق صلصة، بتزودي طبقين او طبق ونص. خلاص. على حسب الكمية اللي انت عايزاها زودي شوية على العيار، بحيث لما يغلي ويستوي يبقى وصل للمقدار اللي انت عاوزاه. الفول بتاعي هنا بدأ خلاص يستوي، دخل في السوى لما انا زودت له الميه. لو انت حابه تسويه عن كده، التسويه بتاعتك زي ما انت عايزه. كل ما تسوي الاكل على الهادي بيبقى اطعم معاكي. طبعا انا الفول خلص معايا، فهعمل له بقى يا جماعه طشه توم. طشه التوم دي بتخلي الفول، بتوديهولك في حته تانية خالص. يعني بيبقى طعم، ولما تحط التوم في ني في نص الاكل بيبقى طعم تاني خالص. انا طبعا زي ما قلت لكم انا بحطه على طول، او في الغالب يعني ببقى ريح نفسي كده، وببقى احطه يعني اعمل فصين توم في التشويحه واشوحهم مع الفول والبصل. لكن انا النهارده هعمل له تشويحه في الاخر. دي طبعا امي الله يرحمها، دي كانت الطريقه بتاعتها في طبيخ الفول، فكانت دايما تشوح للفول توم كده في الاخر. فانا حبيت اعمله بطريقتها. الفول والله العظيم يا جماعه، اللي حابه يا جماعه تعمل يعني تحط راس توم كده، تحط عايزه يعني بتحبه في نص الاكل، تحطه في نص الاكل. طبعا جربيه بالطريقه بتاعتي ديت وان شاء الله هيعجبك. جربي وقولي لي ايه رايك في التعليقات. وبعدين يا جماعه الحياه تجارب، يعني مثلا انا بعمل الفول بالطريقه دي النهارده، بكره هجربه بطريقه تانية. كل واحد يعني مثلا الحياه تجارب، والطريقه اللي يعني تحسيها ان هي اقرب لك والطبخ بتاعك وعجبتك اعتمديها على طول. انا بعمل كده يا جماعه. النهارده الاكله بتاعتنا كانت سهله جدا، وزي ما انا قلت لكم اكله سهله وبسيطه وموفره، واكله اقتصاديه من ضمن الاكلات الاقتصاديه. زي ما انا قلت لكم انا بعمل لكم اكلات اقتصاديه، لان هدف القناه بتاعتي او هدفنا هو المطبخ البسيط. طبعا ده الزيتون يا جماعه اللي انا مخللاه معاه كل رمضان. احنا طبعا انا ما لقيتش عندي المخلل بتاعي خلص، اللي هو الليفت المخلل المشكل. فانا حبيت كده يا جماعه يعني ايه، احنا بنحب الاكل معاه مخلل على طول. فقلت افتحه كده واجرب نشوفه يعني ظبط ولا لا. بسم الله ما شاء الله. المخلل كان كهرمان زي ما بيقولوا، المخلل ناشف وبيقرش. انا هنا بوريه لكم اهو، ومعايا اهو انا بفتح لكم الزيتونه جامد جدا ازاي، وحادق وحدقه مظبوط جدا ومش ناعم معايا. طبعا يا جماعه شويه جرجير كده مع شويه الفول كده، والفول اكل وهو سخن كده يا جماله. ده الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، كان سهل وبسيط خالص. واتمنى فيديو النهارده يا حبايب قلبي يعجبكم، وادعمونا يا جماعه بلايك واشتراك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.